صوت الناس رسالة، صوت الناس رسالة إلى المسؤولين في مصر. النهاردة معانا قضية اهتز ليها الشارع الأليوبي بل جمهورية مصر العربية جميعا. النهاردة معانا قضية الإتجار في الأعضاء البشرية. النهارده هنشوف من اسم شرطة اليوب بمحافظة القلوبية بداية العصابة اللي قامت بالإتجار في الأعضاء البشرية. احمد بيسمح لي يا فندم، النهارده عارفين في قضيه في الاسم النهارده عن سيادتك قضيه الاتجار في الاعضاء البشريه. اشرح لي يا فندم العصابه اتعرفتوا عليها ازاي ازاي تم ضبطها؟ حضرتك ادينا فكره عن القضيه يا فندم. هو بتاريخ 17/8/2014 اثناء مرور الساده معاون المباحث بالطريق الزراعي على اتجاه بنها امام محطه التعاون، فوجئوا بوجود شخص ملقى على جانب الطريق في حاله اعياء تام. بتفتيش لقوا معاه بطاقه تبين ان هو اسمه عبد النبي رجب عبد النبي عبد الحميد، سنه 19 سنه، بدون عمل ومقيم شرعيا. وبتفتيشه عثروا معاه مبلغ 12000 جنيه. على الفور تم نقله لمستشفى اليوب العام للاطمئنان على حالته، وعقب تمثله للشفاء بمناقشته اقر بان هو بدون عمل. ظروفه الاجتماعيه والدته متزوجه ووالده متوفي، بيبات في الحدائق العامه. فوجئ باحد الاشخاص قام باستدراجه واوهمه بان هو هيوفر له وظيفه، وخده وسكنه في شقه في 6 اكتوبر، وقال له احنا هنعمل لك شويه فحوصات طبيه للاطمئنان على حالتك لالحاقك بالعمل. في يوم فوجئ بيهم اخدوه وادوا له حقن التخدير في داخل عربيه سياره ملاكي، وفوجئ بان هو تم اجراء عمليه استئصال الكلى ليه، وقاموا بلقائه في الشارع مكان ما احنا مقلناه. عرب بيك؟ وليد ابراهيم محمود. لا مش سامع. وليد ابراهيم محمود. وليد سنك قد ايه يا وليد؟ 41 سنه. ساكن فين؟ هرم. تشتغل ايه يا وليد؟ مبلط. مبلط ايه؟ مبلط ارضيه بلط. ارضيه. طيب انا عايزك تشرح لي القضيه اللي انت متهم فيها، تجاره اعضاء البشر. انت متهم في القضيه، انت خليك دور، قول لي ايه دورك يا؟ والله سعادتك انا اتعرفت على واحد على القهوه واستغل ظروفي. لا واحده عرفت على واحد على القهوه فين؟ في الجيزه. مين هو؟ اسمه سمير. اتفضل. وبعد كده خد بالك استغل ظروفي، قال لي ان كنت محتاج، فقال لي تيجي تشتغل معايا. قلت له اشتغل؟ قال لي تشتغل معايا في الكلى. ففي واحد تعبان تعالى ايه تبرع له الكلى، واخد بالك، وهتاخد مبلغ 15000 جنيه، وانا هاخد منك 1000 والناس هتاخد، في واحد تاني ياخد منك 1000 يبقى مبلغك كله 13000 زي الايه زي غيرك مثلا. فقلت له طب انا ما بعرفش الكلام ده لان حرام الكلام ده. قال لي لا مش حرام ده. طب قلت له طب ده هيموت، اللي بيعملها بيموت. قال لي لا ما انا عاملها وراح عليه جنبه. قال لي بقى لي 8 سنين ولا 7 سنين عاملها اهو، وعايش وباكل وبشرب وبتجوز واروح واجي في كل حته. فقلت له طب 13 وكان عشان عليها 50 و40 والكلام ده. قال لي لا الكلام ده كله كذب، الكلام ده كله كذب. فقال لي طب اقول لك عشان تشاور عليك براحتك، انا خد رقم التليفون اهو، وقت ما ايه تتصل بيا. كلمت انت تاني؟ انا ظروفي ضاقت عليا ورحت مكلمه. ظروفي ضاقت عليا ساعه. كلمت عشان عايز 13000 وتبيع كليتك؟ عشان انا ظروفي كانت ضيقه. خد بالك بلد راجل صنايعي يعني راجل كسيب، والبلد واقفه معايا، يعني الشغل واقفه معايا. قابلته، اتصلت بيه وقابلته؟ فمضينا على حضرتك على وصلين امانه، قلت له عاوز 500 جنيه. قال لي لا معيش غير 300 جنيه. مضينا على وصلين امانه وادهم لي واداني 300 جنيه. فعمل لي ساعتها فصيله، فطلعت ساعتها بيه. فقال لي لا ده فصيلتك ايه يعني ايه بتشتغل بالعافيه. قلت له يعني خلاص يعني ايه بالعافيه يعني ما لهاش شغل. قال لي لا هيخدمك ويشتري الكليه بتاعتك. فقلت له خلاص ايه خد الفلوس اهي، انا لسه مش خد فلوسك اهي واديني وصيله امانه وخلاص مش هشتغل تاني.
خلاص ماليش نصيب يعني. قال لا لا اشغلك معايا مالكش دعوه ايه، وهشغلك واحاول اخلصك وبتاع. فقلت له طب يعني ايه؟ قال لي بص انا هتصل بيك بكره تنزل لي تقابل واحد ولا اتنين، هتنزل تروح معاهم حته يعملوا لك اشعه في بطنك. قلت له ماشي. تاني يوم فعلا بالفرد اتصل بيا واخد بالك، فقابلته ورحت له واخد بالك الصبح، كانت الساعه 9. قابلته فين؟ في الجيزه برضه تمام. على كوبري العباس حضرتك. فرحت له، فكان في 2 جايين ومعاهم 2 تاني، فقال لي روح معاهم برنامج قابلناه على التليفون ادهوني. فرحت معاهم واخد بالك وقابلتهم، وهو كان موجود وقابلتهم ورحت معاهم واخد بالك، وهو مشي. رحت معاهم مركز الاشعه. انا وسلمك الاربعه ومشي هو. كانوا 2 زيي بيعملوا برضو العمليه واخد بالك، فراحوا يعملوا اشعه وانا عملت اشعه زيهم، وبعد كده خدوني حته ثانيه. لا ثواني بقى، رحت عملت اشعه فين؟ في الدقي. جه بعدها ب4 ايام اتصل بيا قال لي ما تيجي ايه في واحد تروح تعمل له اشعه. انت بقى تاخد حد بقى تعمل له اشعه؟ بقول له فين؟ قال لي المكان اللي انت رحته هتروح تعمل زي ما انت ايه ما رحت عملت. يعني الاول خدوك انت عملت اشعه، بعد كده انت هتاخد ناس تعمل لهم اشعه. قال فبقول له ليه بقى؟ قال لي ما انت زي ما انت عملت هو هيعمل برضه، فعشان ما عنديش حد فاضي هتقابل محمود. خدت كام واحد بقى وتعمل لهم اشعه؟ انا خدت اول مره واحد. حلو. رحت بيه في نفس الاماكن؟ نفس الاماكن، بس هو كان بيبقى قبلي سابقني. قابلت فين الشخص ده اللي انت خدته عشان تعمل له اشعه؟ في الجيزه سلموني محمود، واحد اسمه محمود في الجيزه. محمود ده غير سمير. يبقى احنا كده عرفنا بقى في سمير وفي محمود. طيب. واحد اسمه محمود ابو جنى هو. تمام. واخد بالك، فاخدني محمود ده قابلني في الجيزه، راح مديني الراجل دوت وقال لي هتطلع الجيزه، اتصل بيه بسمير دوت قال له هتطلع تجيني على الدقي وانا هكون حاجز لك هناك. ورحت له على الدقي فعلا واخد بالك، بسال على الاسم قال لي موجود. فحجز الاشعه واخد بالك ومشي. راح خلصت رحت متصل بيه، كان جاب لي خطين بقى هو. فكلمني جاب لك خطين تليفون علشان تشتغلوا بيهم بقى. عشان يتابعني بيهم. احنا كده بقى لنا خطوط بننظم مع بعض عشان هو يبقى يتابعني بيهم. فقلت له حاضر. فاتصل بيا فطبعا ما خلصت، فقال لي خلصت، قلت له خلص. قال لي تعالى لي على المهندسين. رحت له على المهندسين، قلت له فين؟ قال لي عند شارع بني رياض. فرحت له عند شارع بني رياض، لقيته واقف فقال لي ايه روح وانا جاي وراك، بس انت تسال على الاسم هتلاقي اسمه موجود فوق. فرحت فعلا بسال على الاسم لقيت اسمه موجود فوق، الراجل اللي هو يعمل الاشعه ده. ففضلت قاعد واخد بالي لغايه ما اتنده اسمه. خلصت راح متصل بيا دخل، قلت له خدته ونزلت تحت في الشارع قابلت سمير دوت، راح مديني 70 جنيه ليا وادى الراجل 20 جنيه. وجي كان في واحد اسمه محمود فاللي هو ادوني برضه الصبح، راح واخده وراح ماشي وقال لي انت روح بقى. قلت له خلاص كده. قال لي مبسوط يا عم، اديله ايه بشغلك واديك مصاريف بدل ما انت قاعد في البيت ومفيش فلوس، برضه بشغلك اهو لغايه اما ايه يجي لك شغلك. مين طلع قبض عليك؟ المباحث. السيد النقيب بشوي وجيه معاه مباحث اسم شرطة اليوب. اسمح لي يا فندم، احنا كنا عرفنا من السيد رئيس المباحث ان خيط القضية اللي هو تجارة في اعضاء البشرية، الخيط بدأ من عند سيادتك. اشرح لي يا فندم القضية بدأت ازاي؟ الخيط بدأ ازاي مع سيادتك؟ والله احنا كنت انا والنقيب مصطفى كامل كنا المفروض ان احنا بنمر في دايره الاسم ضبط الاشقاء والخارجين عن القانون، واللي بس الحس الامني للمواطنين. ودي طبعا بناء على تعليمات السيد مدير الامن والسيد مدير المباحث والسيد رئيس المباحث عندنا. واحنا بنمر اتفاجئنا بشخص شاب يعني مرمي على الارض في حاله اعياء تام، وبفحصه تبين لنا ان هو معاه بطاقه، وتبين كمان ان هو معاه مبلغ مالي عباره عن 12000 جنيه. فعلى طول كلمنا السيد رئيس المباحث السيد الرائد احمد بيه فاروق وقلنا له الوضع. فكلم القيادات في المديريه، وكان التوجيه ان سرعه نقل الشخص ده لاقرب مستشفى اللي هو مستشفى اليوب، لاقرب مستشفى لاسعافه وللحفاظ يعني والاطمئنان على صحته. يعني ده كان اهم حاجه، ودي كانت اكتر حاجه شغلانه ان احنا نطمن عليه في الاول وفي الاخر. وبعد كده بعد ما ربنا ما اكرم وان هو يعني فاق وابتدى يعرف يتكلم وخرج من المستشفى، ابتدى نتكلم معاه ونعرف الدنيا ماشيه يعني القصه ماشيه ازاي. اتفاجئنا القصه ان هو بيقول لنا ان هو في بعض الاشخاص قام باستدراجه عشان خاطر ان هو يبيع كليته في نظير مبلغ مالي. والسبب طبعا ده ان هو الولد حالته الاجتماعيه متدنيه، حاله وحشه، وفي انفصال ما بين والدته ووالده. والده متوفي ووالدته متجوزه وهو مش قاعد معاها يعني. فاتعرف على احد الاشخاص قام باستدراجه، لان هو بقاله فتره كبيره كمان سايب البيت، من ضمن الشباب اللي هم الناس اللي بيباتوا في الحدائق العامه وتحت الكباري والناس اطفال الشوارع بالظبط.
احد الاشخاص اتعرف عليه وابتدى يستدرجه بحجه ان هيعمل له بعض الفحوصات الطبيه وهيديله فلوس وكلام زي كده. واحده واحده ابتدى يفهموا ان هو هياخد منه الكليه بتاعته نظير مبلغ مادي.